اللغة الإنجليزية واحدة من أهم اللغات في العالم النهاردة، وبتستخدم على نطاق واسع في مجالات كتيرة زي التجارة والتعليم والسفر. لكن عارف إن تاريخ اللغة الإنجليزية معقد ومليان مراحل وتغيرات كتير. أصل اللغة الإنجليزية بيرجع للقرون الوسطى في بريطانيا. في الأول كانت اللغة الإنجليزية القديمة اللي هي بيتقال عليها Old English مختلفة تماما عن اللي بنستخدمها النهاردة. اللغة دي كانت متأثرة جدا باللغات الجرمانية اللي كانت بيتكلمها القبائل اللي هاجرت لإنجلترا في القرن الخمستاشر الميلادي زي الأنجلو ساكسون. في القرن الحداشر بعد الغزو النورماندي لإنجلترا سنة 1066 دخلت اللغة الفرنسية النورماندية في اللغة الإنجليزية وأثرت عليها بشكل كبير، وده أدى لظهور اللغة الإنجليزية الوسطى أو ما يسمى باللغة الإنجليزية ميدل إنجليش. من أشهر الأمثلة على اللغة دي هي كتابات جيفري تشوسر في حكاية كانتربري، اللي لحد دلوقتي في خلاف عليها هل يا ترى الحكايات دي كاملة وهل هي فعلا بالإنجليزية الوسطى أو القديمة ولا لأ. بعد كده في الفترة من القرن الخمستاشر للقرن السبعتاشر بدأت اللغة الإنجليزية تتطور للمرحلة الحديثة المبكرة، تمام، اللي هي مشابهة للي احنا فيه دلوقتي. في الفترة دي حصل تغيير كبير في النطق والأصوات المعروفة باسم التحول الكبير في النطق، وأطلقوا عليه Great Vowel Shift. كمان بسبب اختراع الطباعة توزعت الكتب بشكل أوسع، وده ساعد على توحيد اللغة وتطويرها. اللغة الإنجليزية الحديثة اللي بنستخدمها دلوقتي استمرت في التطور من القرن السبعتاشر لحد النهاردة، وتأثرت بعوامل كتير زي الاستعمار البريطاني والثورة الصناعية والعولمة وغيرهم كتير. ببساطة تاريخ اللغة الإنجليزية هو رحلة طويلة ومعقدة من التأثر والتطور من لغة محلية محدودة كانت عبارة عن هجين بين لغات تانية للغة عالمية بتربط ملايين الناس حوالين العالم كله، تمام. وده طبعا لعدة أسباب يمكن تكون معروفة ويمكن لأ. أشهرهم هو إن بريطانيا تقريبا احتلت نص الكوكب. تاني سبب هو إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هي الأقوى اقتصاديا في العالم، ففرض اللغة دي وتجارتها ولغتها اتفرضت بالعافية على العالم. ويمكن تالت سبب وهو سبب مش مشهور قوي هو ان معظم الابحاث العلمية في العالم كله اتعملت باللغة الانجليزية. طبعا انا بتكلم عن الابحاث اللي اتعملت في العصر الحديث. في العصور الوسطى وقبل كده بكتير كان في ابحاث بلغات تانية كتير زي اللغة العربية واللغة الصينية وغيرهم كتير. اتمنى اكون فدتكم. السلام عليكم واشوفكم في حلقة جديدة.